السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ اخباركم عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقة جديدة معاكم النهارده، مكملين في سلسلة الفيديوهات القصيرة اللي وعدنا حضراتكم بيها. هنتكلم النهارده في حلقة جديدة. اول حاجة نقول آية من كتاب ربنا عز وجل اللي متعودين احنا نقول آية في كل حلقة. ربنا عز وجل بيقول في كتابه العزيز في سورة الشعراء: وإذا مرضت فهو يشفين. فلازم تعرف إن أي حد مريض، سواء أنت مثلا كنت عندك حد كان عنده مرض معين، أو أنت مثلا حتى في دور برد في تقلبات الجو الموجودة حاليا، أو أي حد كان قريبك، اعرف إن دايما إيه الشفاء والمرض دايما بيد الله عز وجل. فندى ربنا عز وجل بيقين إن هو يشفي أي إنسان مريض في أي وقت وفي أي مكان بإذن الله. طيب حالة النهارده يا دكتور، لو أنا مركبة تركيبة، لو أنت عملت تركيبة والتركيبة دي كانت ثابتة وثابته على سنه واحده، السنه الواحده دي اتكسرت خلاص، ليها كام سنه مثلا شغال يعني مركبها، فكويس جدا بعد فتره خلاص اتكسرت. فانا هل دلوقتي ممكن الاقي لها حل ان انا اركبها تاني نفس التركيبه مثلا لزق مؤقت او كده، ولازم ان انا اغيرها؟ اقول لك لا، ما دام اتكسرت هتضطر انك انت تخلع السنه، في الغالب هتكون سوست، هتخلعها وتبدا انك انت تعمل تركيبه من اول. ده الحل النهائي. لو انت متركبه، بس الشرط انك تكون ايه، التركيبه مثلا 3 يونت وايه لازقه على ايه، محمله كلها على سنه واحده. اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.